طيب، إزاي نحول التمر لبراند فخم؟ تعالوا نشوف الموضوع ده خطوة بخطوة. الفكرة كلها في تغيير النظرة للتمر، مش مجرد سناك، لأ، دي قطعة فنية. أول خطوة هي المنيو، لازم يتقسم لمجموعات، كل مجموعة ليها طابع خاص بيها. نبدأ بالكلاسيكيات، الحاجات اللي بتعجب كل الناس، طعم أصيل وشكل فخم. وبعدين ندخل على النكهات الجديدة، وآخر مجموعة دي بقى للذواقة، بتركز على القوام الناعم والنكهات اللي مش عادية. طيب، المنيو جاهز، نيجي بقى للسر اللي بيفرق الشغل البروفيشنال عن أي شغل تاني. السر ده هو التمبرينج، دي عملية بتدي الشوكولاتة لمعتها والقرمشة المميزة بتاعتها. وبصراحة الفرق بيبان على طول، شكل احترافي وقيمة أعلى للمنتج. الحرفية دي مش بس شكل، دي جزء من قصة البراند اللي بتخلي السعر منطقي. ولما نسوق للمنتج نركز على كلام زي ده، بيعلي قيمة المنتج في عين العميل. يعني التغليف الشيك، التنوع في العلب، والتركيز على الهدايا، كل ده مهم جدا. خلاص بنينا المنتج والبراند، نيجي بقى لأهم حاجة، التسعير وحساب الأرباح. عشان نحسب التكلفة صح، لازم نمشي على الأربع خطوات دول، بيضمنوا إننا مغطيين كل حاجة. والحلو في الموضوع إن الأرقام دي بتوصلنا في الآخر لسعر بيع واضح ومربح. نقطة مهمة في الشغل الفاخر، الكواليتي أهم من الكمية، خامات عالية وشغل نظيف. بس دليل الحقيقي على الكواليتي مش بس في الطعم، لأ، ده في حاجة بتتسمع. صوت السناب أو القرمشة دي هو ده اللي بيقول إن الشغل ده احترافي ومظبوط.